ايه الاكل اللي انا المفروض اتجنبه في السحور؟ ناس كتير بتستغرب ان هي بتكون واكله كتير وبتحس بتعب وارهاق جامد قوي خلال الصيام بتاعها. ده نتيجه ان انتوا بتاكلوا بطريقه مش صح او طريقه غير صحيه، وبتاكلوا الاكل اللي فيه سمبل كارب زي المعجنات والسكريات، واكل فيه دهون عاليه زي الاكل المقلي والجانك فود والبطاطس المحمره والطعميه. الاكل ده كله بيتعب المعده جدا، غير ان هو بيحسسك بارهاق، غير ان هو بيخليك تحس بالعطش جامد قوي خلال فتره الصيام، ويحسسك ان انت مش قادر ان انت تكمل اليوم من كتر التعب وارهاق المعده والعطش. غير اننا لازم نتجنب اثناء السحور نتجنب شرب الكافيين والشاي والحاجات اللي فيها نسبه كافيين عاليه زي الشاي، النسكافيه، القهوه، الاسبريسو، كل الحاجات دي لانها مضره للبول، وهنتكلم ان شاء الله في حلقه عن الموضوع ده. فاحسن حاجه ان احنا نتجنب الحاجات دي ونتسحر زي ما كلمتكم في الفيديو اللي فات. وعشان تعرفوا احسن وقت اتمرن فيه تابعوني الفيديو الجاي.